التي تثبت أن هنالك طائرات تنقل الأسلحة من الإمارات إلى يوغندا ثم إلى تشاد. هذا الأمر أثبتته تقارير الأمم المتحدة وهو مثبت عندنا من خلال رصد حركة الطيران. لذلك هذا الأمر واضح وكل الجميع يعلم أن ده سبب رئيسي من سبب استطالة أمد الحرب. وهو مخالف لقرار الأمم المتحدة 1591 الذي ينص على تجريم الذي يجرم إدخال السلاح إلى دارفور. القوات المسلحة هي قوات الدولة السودانية ولديها الحق في أن تحصل على الأسلحة لتدافع بها عن الدولة السودانية وحدود السودان. أنا ذكرت أننا كقوات مسلحة عندنا مسؤولية وطنية، لنا الحق في أن نحصل على السلاح لنحمي به الدولة السودانية ونحمي به السودانيين من أي مصدر. طبعا العمليات العسكرية لاستعادة الأمن والاستقرار ما توقفت، وما يحدث الآن في الخرطوم هو استمرار للعملية العسكرية التي بدأتها القوات المسلحة بالدفاع عن السودان منذ اندلاع التمرد في 15 أبريل من العام الماضي. العملية السياسية بالتأكيد نحن نتحدث دوما إلى القوى السياسية، يجب أن تتوحد، يجب أن تكون لديها رؤية موحدة، يجب أن تكون لديها رؤية وطنية وإرادة وطنية. متى ما تحقق هذا الأمر حتما ستجد من المتسع وستجد السودانيين جميعا يلتفون حول أي عملية سياسية متوافق عليها. كل المبادرات قدمت ما كانت توافق الرؤية بدأت منذ العام الماضي وتوصلنا من خلالها إلى ما يمكن أن يوصف بأنه حل للأزمة السودانية، لكن لم ينفذ لرغبة بعض القوى الإقليمية والدولية، لأن الحل الذي اتفقنا عليه في جدة كان فعلا سينهي الحرب بدون أي سيطرة لطرف على جزء من الدولة السودانية. ما يتحدث عنه الأمريكان وتحدثوا عنه في جنيف ربما يخالف الرؤية التي نتمنى ونرجو أن تساعدنا في إنهاء هذه الحرب. هم تحدثوا عن وساطة أيضا لإيقاف الحرب ولم تكن مقبولة بالنسبة لنا. يتحدثون عن وقف إطلاق نار بدون ما يصاحب انسحاب. نحن نرفض أي وقف لإطلاق النار إذا في الفاشر أو في الخرطوم أو في أي مكان آخر لا تصاحب خروج لهذه القوات من منازل المواطنين، من الطرقات، من المناطق التي احتلوها. أي وقف إطلاق نار غير مصحوب بانسحاب لن يكون له قيمة ولن يكون له معنى، لأن المواطنين لن يعودوا في ظل وجود هذه القوات التي تعتدي عليهم. نحن الآن كلنا نرى أن أي مكان يذهب إليه هؤلاء المتمردون يهرب منه المواطنين إلى المناطق الأخرى التي تسيطر عليها الحكومة أو يسيطر عليها الجيش السوداني. الأمريكان تحدثوا أيضا عن ماذا يمكن أن تفعل دولة الإمارات. تحدثنا معهم أن الشعب السوداني لن يقبل وساطة أو أي نوع من أنواع التدخل في شأنه من أي قوة، إذا كانت إقليمية منظمة دولية شاركت في قتل السودانيين. هذا كلام غير مقبول، في أنه أنت تكون الحكم وتكون الجلاد. نحن تحدثنا صراحة أننا ندعم الحلول الوطنية، ندعم الحلول ذات الملكية السودانية، ندعم أي حل يخرج المتمردين، يتجمعوا في مناطق محددة، يتم استيعاب السودانيين منهم في القوات المسلحة وفق الشروط والأسس المعروف بها في إدماج القوات أو النماذج الأخرى في المتبعة في الDDR. على العموم هم تحدثوا ونحن سنواصل معهم الحديث في أنهم إذا كانوا يريدون السلام فعلا في السودان أنهم يدعموا الحلول الوطنية. أيضا تحدثوا عن المساعدة الإنسانية، ونحن بنفتكر أنه هم برنامج الغذاء العالمي واحدة من أذرعهم، وهم ديل من أكبر الداعمين للشعب السوداني، أنهم ظلوا يساعدوا الشعب السوداني من خلال USAID. نحن نشكرهم على هذا الدعم،
واحدة من المنظمات الكثيرة التي ظلت تدعم السودان. صحيح في فجوة غذائية هناك في السودان، لكن لم ترقى إلى درجة المجاعة. المتمردون يمنعون المزارعين، يمنعونهم من الحصاد، يتلفون المعدات الزراعية ويتلفون المحصولات الزراعية. نحن قلنا لهم يجب أن تتحدثوا صراحة مع من يتسبب في حدوث المجاعة. لا أحد يتحدث عن ذلك، وإنما دوما يجدون الأعذار ويجدون الأسباب التي لا ترقى إلى أنها حقيقة واقعة على الأرض. طبعا الانتهاكات معلومة للجميع وموثقة، وكثير من وسائل الإعلام وثقتها، والمتمردين نفسهم وثقوا هذه الجرائم بأنفسهم. ما حدث في الجنينة، ما حدث في قرى الجزيرة، ما حدث في كثير في الخرطوم، في كثير من المواقع، انتهاكات، جرائم، الدفن أحياء، سبي النساء، قتل الأطفال، قتل عشرات المواطنين بدون أسباب. هذه جرائم أظنها واضحة للعيان. ومن أوضح هذه الجرائم التهجير القسري الذي تم لملايين، عشرات الملايين من السودانيين، هجروا من منازلهم، هجروا من مناطقهم. هذه جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب يجب أن يعاقب عليها القانون. ورأينا وسمعنا وتحدثت أنا أن العالم الآن ينظر بطريقة لا تشجع ولا تدعم الاستقرار في بعض الدول التي تعاني من التدخلات تعامل بازدواجية وتعامل باستعلائية وبطريقة يريدون من خلالها قهر هذه الشعوب. الشعوب لن تقهر والشعوب ستنتصر. كل المبادرات سألت عن الحل العسكري. لا أظن أن الحل العسكري مطروح إذا كانت وجدت أي حلول سلمية. الحل العسكري هو العلاج الأخير، لكن أي حلول سلمية تجنب البلاد تدمير، تجنب الشعب السوداني مزيد من التشرد، مزيد من الجوع، حتما سيكون هو الخيار الأول والأفضل متى ما استجاب للمطلوبات التي تمكن السودانيين من العودة والحياة. يجري في الخرطوم الآن، أنا أجبت على هذا السؤال أنها هي استكمال لواجب القوات المسلحة في تأمين الدولة السودانية. القوات المسلحة السودانية قوات ملتزمة بقانون الدول الإنسانية وملتزمة بقواعد الاشتباك وقواعد الحرب، ولم ترتكب أي جرائم ضد الإنسانية وجرائم تمس الإنسانية عموما. الدعم السريع المتمرد ارتكب هذه الجرائم ووثقها بنفسه، وكلنا رأينا كيف قتل والي ولاية غرب دارفور، كيف دفن المواطنين في ولاية غرب دارفور، كيف قتل أهالي القرى في الجزيرة، وكيف قتل أهالي قرية الدنورة. هذه جرائم تسببت في نزوح ملايين المواطنين من منازلهم. هذه جرائم واضحة للعيان لا تحتاج إلى أي أدلة. قرارات الأممية واضحة بشأن ما يجري في الفاشر الآن. الأمم المتحدة مجلس الأمن أصدر قرار طالب الدعم السريع بأنه يتوقف عن الهجوم على الفاشر. هذا القرار لم ينفذ. الهجوم على الفاشر ما زال مستمر، محاصرة المواطنين في الفاشر ما زالت مستمرة، قتل المواطنين في الفاشر ما زال مستمر. ماذا فعلت المنظومة الدولية وماذا فعل مجلس الأمن حيال هذا الإجراء؟ البعض عن أن القوات المسلحة يسيطر على الإسلاميين، هذه فرية وقد استخدمت سابقا في تسبيب الحرب على العراق، واستخدمت في تسبيب الحرب على ليبيا، واستخدمت في كثير من المناطق. هذه مسببات فقط من أجل الحرب، إثارة الحرب، ومن أجل استعطاف بعض الدول التي تعادي التيارات الإسلامية. القوات المسلحة قوات مهنية، صحيح النظام السابق أدخل بها قليل من العناصر وتم استبعادهم جميعا من العمل في القوات المسلحة، ولا نرضى أن تكون القوات المسلحة تعمل في السياسة ويعمل بها سياسيين. هذا قول مردود وقول غير صحيح. بالنسبة لتقسيم السودان إلى عدة دويلات، طبعا السودان لا نحن سنقبل ولا المجتمع الإقليمي ولا الشعب سيقبل بأن السودان يقسم إلى دويلات. هذا أمر سنقاتل ونفنى جميعا من دونه. سنعمل على وحدة السودان وتماسك السودان. الجهود، نحن سنعتمد على مقررات الأمم المتحدة، مقررات الرسمية في أن تصنف قوات الدعم السريع كقوات إرهابية. وأنا يمكن اليوم في كلمة أثنيت على مقررات مؤتمر المنامة، مؤتمر ياوندي،
كلهم وصفوا هذه القوات بأنها قوات متمردة. أيضا هنالك مسعى في مجلس الأمن بأن يصنف قادة الدعم السريع كمجرمي حرب. هذا الأمر أيضا سيساعدنا في أن تصنف القوات التي يقودونها بالتالي كقوات تتبع أو تقوم بأفعال إرهابية، وبالتالي هي قوات إرهابية. أولا نحن لم نتحدث عن أي شروط مسبقة، نحن تحدثنا عن تنفيذ ما اتفقنا عليه في جدة. هذه ليست شروط مسبقة. إذا كان نحن اتفقنا في جدة على بنود محددة فيها خطوات متعلقة بالعمل العسكري والأمني، فيها خطوات متعلقة حتى بمستقبل العمل السياسي، ووضعنا الآليات اللازمة للتنفيذ، واتفقنا على تشكيل القوات، واتفقنا على قيادة القوات، واتفقنا على الميزانية، واتفقنا على كل شيء، فقط تبقى التنفيذ. نحن الآن نطالب بالتنفيذ. هذه ليست شروط مسبقة، هذا من حقنا أننا طالما اتفقنا والدعم السريع وافق والوسطاء نفسهم وافقوا، أمريكا والسعودية، لماذا نعيد الحديث مرة أخرى عن ما هي مطلوبات الحوار؟ نحن لن نجلس، هذا كلام ما لم ينفذ ما اتفقنا عليه، نريد فقط أن ننفذ ما اتفقنا عليه. نحن تحدثنا مع كثير من الأطراف أننا لن نجلس مع من لم ينفذ الاتفاقيات، مع من يخون العهود، مع من لم يجد من نضمن كيف سينفذ الاتفاق، وما هي آليات الرقابة، وما هي آليات العقاب إذا تم خرقه. هذه أمور يجب أن تكون واضحة حتى نمضي إلى الأمام. هذه فرية وليست حرب بين جنرالين. هذه الحرب الآن موجهة ضد الشعب السوداني، وهذه حرب موجهة ضد الدولة السودانية. مصلحة السودان على مصلحتك؟ ما في مصلحة جنرالين، أنت أيضا تدور في نفس الفلك الذي يكذب الواقع. الواقع أن هذه الحرب الآن ضد الشعب السوداني. الآن من يقتل هو الشعب السوداني، من ينهب هو الشعب السوداني، من يطرد من منازله وبيوته هو الشعب السوداني. ما علاقة الجنرال البرهان بهذا الأمر؟ هذا علاقة محمد حمدان الذي يريد أن يسيطر على السودان عن طريق تجريف أهله، تشريدهم، وإحلالهم بسكان آخرين. اختزال الحرب بين الجنرالين، هذا ما حدث في الصومال بينما كانوا يتحدثوا عن عايديد اختزلوا حرب الصومال بين علي مهدي وعايديد في شخصين، لذلك الصومال حتى الآن لم تستقر. نحن نرفض هذا الحديث ولا نقبل بأن أي جهة تتحدث عن حرب بين جنرالين. هذه حرب ضد الشعب السوداني، ضد المؤسسة العسكرية السودانية التي هي أس تكوين هذه الدولة وأس استقرارها.